بعد ما كلنا شفنا أسامة البلبوس وهو بيحلف 100 يمين إن إمام عاشور لو هياخد مليون جنيه في اليوم مش هيروح الأهلي، وكمية الضحك والقلش اللي اتعملت عليه، وهو بصراحة يستاهل لأن مدي نفسه أكبر من حجمه بكتير. المشكلة إن بعد البروباجندا اللي عملها البلبوس طلع علينا عبد الشافي والقاسة عشان يأكد لنا إن أشرف بن شرقي مش هيروح الأهلي، وحتى الحركات اللي عاملينها بتوع الأهلي وبعتله ناس على المطار كل ده ذكاء اصطناعي وفوتوشوب، لان اشرف بن شرقي زملكاوي وبيموت في جمهور الزمالك، وباكد لكم انه مش هيروح الاهلي، وده مش توقع، دي معلومات. انا بالنسبه لي موضوع اسامه البلبوس هو مجرد كوميديا ودينا بنضحك ونحفل على واحد دماغه فيها تراب، لكن الاخ عبد الشافي والاسى ده موضوع مختلف تماما. ممكن كتير يقول لي يا عم فكك منه، ده واحد مخه على قده وهو مين يعرفه غير والدته، لكن انا بالنسبه لي وبغض النظر عن فترته الذهبيه على ميكروباص المحور والعضوية الشرفية في فريق هزاز الرؤوس على قناة البليلة المتوجة، لكن في معلومات مهمة معرفش معظمكم على دراية بيها ولا لأ. الراجل ده صحفي وكاتب في أكبر جريدة مصرية، أيوة، عبد الشافي والقاسة صحفي في جريدة الأهرام، يعني مصدر للمعلومات في أكبر قلعة صحفية في مصر، وده معناه إن الجورنال ده مضروب وأخباره مضروبة ورؤساء تحريره مغيبين. بجد انا مش مصدق ان العقليات دي ومستوى الثقافة والتفكير ده ممكن يشتغل في مكان زي الاهرام. نفسي اعرف يعني القلقاسة دي ممكن تكتب ايه مفيد يصلح ان الناس تقراه او تضيع وقتها عليه؟ يعني الراجل ده بيقبض فلوس من الدولة عشان يكتب لنا التفاهات والضلال ده؟ عجبت لك يا زمن، هقول ايه، ما كلهم واكلين من طبق بليلة واحد. لكن واضح كده ان كل ما هو اهرام او بيراميدز اصبح سيء السمعة، ناس ما عندهاش دم.